تكونوا مزيان، اموركم كلها تمام ان شاء الله. هذا الفيديو طلبتوه مني بزاف، داكشي علاش قررت بانني نصورو. بزاف البنات سولوني كيفاش قدرت نجيب والديا فرنسا، خصوصا في هذه الفتره راكم عارفين اللي انا كنت حامله فيها. انا اصلا والديا كنت محتاجهم اكثر مور الولاده ماشي قبل الولاده، لانه راكم عارفين بالمضاعفات اللي وقعوا لي مور الحمل بسبب ابره الظهر. اصلا هذا الفيديو راه خليته لكم، عاودت لكم فيه كلشي شنو وقع ليا. الناس اللي باقي ما شافوش يمكن لكم تمشيو تشوفوه، راه كاين في القناه ديالي. كنت محتاجهم اكثر مور الولاده، فنجاوب لكم على كاع الاسئله اللي سولتوني عليها. شنو الاوراق اللي كتحتاجوا، شنو نوع الفيزا اللي طلبت ليهم، شحال ديال الفلوس خصهم يكون عندهم في الكونط بانكير، شنو الضمانات اللي خصكم ديروا لهم، شحال عطاوهم في المده، واش صعيب انكم تطلبوا الفيزا، وشحال خلصت في هادشي ديال الدوسي. يعني حتى الا انت اولا انت بغيتي تجيب شي واحد من العائله ديالك، بقى معايا في هذا الفيديو، غادي نجاوبكم على كاع الاسئله ديالكم ان شاء الله، باش ربي يسهل الامور وتفرحوا بحال اللي انا فرحت شو عندي بابا وماما. اصلا الحمد لله وشكرا لله راني شفت الكومونتيرات ديال كاع البنات على هذه القضيه، شكرا بزاف لاي واحد فرح ليا بالمجيه ديالهم. الصراحه حتى انا ما كنتش كنتوقع، خصوصا راكم عارفين بزاف ديال كنت كندخل نشوف بزاف ديال الفيديوهات على هادشي ديال الفيزا او ديال دوموند الفيزا في هاد الوقيته خصوصا، وبصح كنت كنشوف بزاف ديال البنات اللي كيعاودوا بانه الفيزا ديال وليدهم كترفض، بزاف ديال البنات ما قدوش يجيبوا مواتهم، بزاف ديال البنات ما كيفهموش علاش الفيزا ديال والديهم كترفض. هما مثلا خدامين دافعين زعما دوسي مقاد، وهذا داكشي علاش انا كان عندي خوف بزاف من هاد الفيزا، وداكشي علاش انا بقيت عرفتي عايشه على ستريس حتى لاخر لحظه. تخيلوا يعني حتى خرجت لهم الفيزا عاد الحمد لله قدرت نتنفس، لانه بالنسبه لي ما كاينش ضمان 100% ان الفيزا ديالهم كانت غادي تقبل. واخا الحمد لله زعما راكم عارفين انا عندي الجنسيه الفرنسيه، راجلي حتى هو عنده الجنسيه الفرنسيه، وليداتي زادوا في فرنسا فعندهم الجنسيه الفرنسيه. ولكن واخا هكاك سبحان الله ما كتكمل الحاجه حتى بصح كتوقع، عاد كتقولوا الحمد لله وقعت. المهم مع هادشي كامل قررت انني نجرب وندير ملف اللي الحمد لله غادي يتقبل. فهمتوا راه خديت الوقت بزاف باش نصايب الملف ديالهم. شنو نوع الفيزا اللي طلبت؟ بزاف ديال الناس كيخلطوا بين الفيزا ديال لم الشمل او الفيزا ديال زياره عائليه. كاين فيزا ديال غوغوبمون فاميليال وفيزا ديال فيزيت فاميليال. انا ما طلبتش الوالد ديال الفيزا ديال لم الشمل، لان الفيزيت ديال غوغوبمون فاميليال كيخصهم يجيو يجلسوا مده طويله في فرنسا وكيعطيوك اقامه طويله. انا طلبت لهم فيزا كورت سيجور فاميليال، يعني هذا الفيزا كيكون ما خصهمش يفوتوا 3 شهور في فرنسا كاكثر مده او اقصى مده يقدروا يجلسوا فيها في فرنسا. شكون اللي خاصهم يدير لهم الطلب؟ هانتوما بزاف ديال البنات في هذه القضيه ما كيعرفوش واش هما اللي خصهم يديروا الطلب او لا الزوج ديالهم اللي خصهم يدير الطلب. انا شخصيا غادي نعاود لكم على التجربه ديالي. في العام اللي فات ملي طلبت لهم الفيزا بالنسبه لبنتي ليليا ملي تزادت، ديك الساعه ما كانش عندي الجنسيه الفرنسيه، فراجلي هو اللي دار لهم الطلب بالاسم ديالو، وكاع الوراق كانوا بالاسم ديالو، اي ورقه كانت بالسميه ديالو انا اللي كنت داخله فيه، وانني عطيتهم ليفغي د فامي ديال الزواج باش يعرفوني بان انا الزوجه ديالو، وهادوك راهم الوالدين ديالي يعني النساب ديال راجلي. فهمتوا؟ اما هاد العام لان الحمد لله خديت الجنسيه الفرنسيه درت لهم الدوسي بالاسم ديالي. غادي تقولوا لي هدى ولكن انت ما خداماش، كيفاش زعما قررتي تغامري وتطلبي لهم بالاسم ديالك؟ طلبت لهم بالاسم ديالي البنات لحقاش في الوراق ديالنا لا من ناحيه السكنه لا من ناحيه الموضوع لا من ناحيه لا في ديشيونس ديال الدار، اي مبرر زعما اي ورقه عندنا رسميه في فرنسا فهي بالاسم ديالنا بجوج. داكشي علاش طلبت الفيزا بسميتي. وخصكم تعرفوا بان لي زافي دامبوزيسيون ديال كل عام كاينين بسميتي انا وراجلي، فاوتوماتيكمون هما واخا انا ما خداماش حنا كنتعتبروا فوي فيسكال فاميليال، يعني اي حاجه كيدخلها راجلي بحال اللي كندخلها انا. داكشي علاش في القضيه ديال الفلوس ما غاديش يتعكسوا معايا. فالبنات اللي ما خداماتش ولكن سميتهم داخله في لا فيدا بوزيسيون مع راجلهم يمكن لكم تدفعوا لوالديكم الفيزا وكونوا تايقين بانكم غادي تاخذوها. اما بالنسبه للناس اللي ما خدامينش ولكن ما داخلينش مع لي زافي بوزيسيون ديال راجلهم، فمن الاحسن الزوج ديالك هو اللي يدير الفيزا لوالديك، هو اللي يطلب بالاسم ديالو الفيزا لوالديك. هذه اول حاجه. اول وثيقه كتصايبيها ملي كتبغي توجدي اصلا هادشي ديال الفيزا او هادشي ديال الدوسي ديال الفيزا هي لاتيستاسيون داكوي. هاد لاتيستاسيون داكوي لاله كتمشي لا ميري وكتقاديها، كتعمري لي زانفورماسيون ديالك كاملين. انا قلت لكم الا كان راجلك هو اللي غيستقبل هو اللي غادي يعمر، ولا كنت انت غديريها بسميتك هاد الفيزا فانت اللي كتعمريها. انا هاد العام انا اللي عمرتها وكنت مخلوعه بزاف. داكشي علاش الناس قالوا لي علاش تخلعتي واخا والديك جاو العام اللي فات.
انا غادي نجاوبكم دابا، جا الوقت، لانه انا هاد النوبه انا اللي درت الفيزا بسميتي وانا اللي دفعت لاتيستاسيون داكوي. فداكشي علاش انا كنت مخلوعه من هاد القضيه، كنقول عندك نكون غلطت ودفعت بسميتي وانا ما خداماش، فغادي يقولوا كيفاش انت ما خداماش وباغي والديك يجيو عندك. فالحمد لله ملي مشيت لا ميري وسولت على هاد القضيه، قالت لي ما حد سميتك كاينه في لي زافي دامبوزيسيون بحال اللي قلت لكم، فما كاينش الاشكال، ويمكن لك تعمري انت لاتيستاسيون داكوي. داكشي اللي درت، عمرت لاتيستاسيون داكوي. و كيطلبوا لك البنات في هاد لاتيستاسيون داكوي خصك ولا بدا تردوا البال المساحه ديال السكنه ديالكم. بحال دابا انا الدار اللي كنت ساكنه فيها غير هذه 3 شهور، البنات اللي متبعيني في يوتيوب عارفين فين كنت ساكنه وعلاش تحولت. انا تحولت البنات ماشي لحقاش بغيت الدار، الحمد لله كانت عاجباني بزاف وكنا مرتاحين فيها وتتناها، وكنت باغا ديك الساعه ندير الكوزينه مهم، ولكن ما تمشي غير فيما بشكل الله. بدلنا الدار على ود ملي جيت ندفع ملي مشيت كنسول على الفيزا ديال الوالديه، قالوا لي بان السكنه ديالك ما كتسمحش لك يجيو بجوج بهم، لانك منين ولدتي بنتك ليليا كنتو غير 3 ديال الاشخاص، فكان بامكانك تدفعي لوالديك بجوج. اما دابا نتوما 4 ديال الاشخاص تبارك الله راكم في الدار، فوالديك بجوج غتوليو 6 ديال الناس، و6 ديال الناس بالنسبه للمساحه السكنيه اللي عندك امبوسيبل انهم يجيو بجوج. فانا ما كانش بامكاني ندفع غير لماما بوحدها، قالوا لي يمكن لك تدفعي غير لماماك بوحدها. انا ما كانش بامكاني ندفع لماما بوحدها لانه بابا مريض راكم عارفين، فضروري خصهم يجيو بجوج، لانه خصو اللي يقابلو. اصلا ما نقدش تجي ماما بلا بابا، انا عندي ماما وبابا بحال بحال، ففي مرتبه واحده خصهم يمشيو بجوج ويجيو بجوج. داكشي علاش بدلت السكنه على ود هاد القضيه. كانت عندنا تقريبا في المساحه السكنيه بالدار القديمه 62 متر كاري، دابا الحمد لله في هاد السكنه عندنا 90 متر كاري، فكيمشيو على حساب كل شخص كنظن خاصو 9 ولا 12 متر كاري. المهم تتقلبوا في هاد القضيه، غير هو بغيتكم بزاف تردوا البال لهاد القضيه، لان بزاف البنات يقولوا لي كترفض لهم الفيزا. البنات راه واقيلا الفيزا كترفض لكم على ود بان ما عندكمش لي سباس فين تستقبلوا الوالدين ديالكم. راه كاينه واحد لاستيوس، هو انه الا ما عندكش فين تستقبليهم يمكن ليك ديري لهم لوتيل اولا ديري لهم اير بي ام بي وكتدفعيها مع الدوسي وراه كدوز. المهم باش ما تخلعوش من هادشي ديال السكنه، غير ملي كتكون السكنه ديالك كتكون بحال الفرصه ديال انهم يتقبلوا 100% تقريبا. مهم باش تجيبي هاد الورقه كيطلبوا منك تيتر سيجور ديالك اولا لا كارت ديدونتيتي ديالك، كيطلبوا منك جوستيفيكاتيف دوميسيل يعني افي ديشيونس اولا ورقه ديال الموضوع اولا ورقه ديال الانترنت، كيطلبوا منك الكونطرا دو لوكاسيون يعني الباي اولا الكونطرا اللي شريتي به الدار على حساب واش شاريين ولا كاريين. كيطلبوا منكم لو تامبر فيسكال، الا عقلت كتخلصي 30 اورو في هاد التامبر فيسكال، ومن بعد كتعمري المعلومات ديال الاشخاص اللي جايين لعندك. في لوكا ديالي كان ماما وبابا اللي جاو عندي، فكتعمري سميتهم وكنيتهم لي نيميرو دو باسبور. خصكم تعرفوا بان انا في ليليا ما كنتش عارفه بانهم كيطلبوا النمره ديال الباسبور، فمني كنت مشيت قالوا لي لي نيميرو دو باسبور قلت لهم ما عنديش، باقيين يلاه دفعوا لهم والديا. فما ديروش هذا الغلط اللي درت. خصهم يكونوا لي باسبور ديالهم موجودين باش تقدروا نتوما تدفعوا لهاد الورقه ديال اتيستاسيون داكوي. وكيطلبوا منكم المعلومات ديالهم، لا كارت ديدونتيتي، النمره ديال لا كارت ديدونتيتي ديالهم، النمره ديال الباسبور، شحال المده اللي باغيين يجلسوا فيها وفوقاش غادي يمشيو. هاد المرحله كتاخذ شويه ديال الوقت، عرفتوا علاش؟ لان خص تكون المعلومات اللي غادي ديروا مضبوطه ولا غلط. البنات غلط واحد كترفض لكم اتيستاسيون داكوي. وخصكم تعرفوا بان المده باش خرجت لي اتيستاسيون داكوي خرجت لي في 3 ايام، فلحقاش انا الحمد لله في هذه المدينه لا ميري دغيا كتسرع الامور، ولكن هي غالبا كيقولوا لك كتخرج بين 2 السيمانات و3 ديال السيمانات، هذا هو الماكسيموم. وديك الساعه هما كيصيفطوا لك اس ام اس كيقولوا لك اجي تاخذ اتيستاسيون داكوي، الا كانت مقبوله ولا كانت مرفوضه راه كيعلموك بان اتيستاسيون داكوي اللي دفعتي لها ترفضات لك. فان شاء الله بعدا تقبل لكم بحال اللي تقبلت لي حتى انا. من بعد اتيستاسيون داكوي كتبداي تجمعي الوراق ديالك او الوراق ديال الزوج ديالك على حسب اللي دافع، كتحطي لهم باش تدفعي باش تصيفطيهم لوالديك، كتصيفطي لهم البيس ديدونتيتي ديالك او لي تيتر سيجور ديالك، كتصيفطي لهم نسخه من الباسبور ديالك، كتصيفطي لهم لي 3 ديرني فيش دو بي ديالك او ديال راجلك، وكتصيفطي لهم حتى شهاده السكنه اولا جوستيفيكاتيف دو دوميسيل. لانه خصكم تعرفوا بان كاين جوج الانواع ديال الناس، كاين الناس اللي هما كيتكلفوا بالمصاريف ديال الوالدين ديالهم في كل شيء فيما يخص اي حاجه، وكاين اللي كيكونوا ما كيتكلفوش بالمصاريف ديالهم، يعني من ناحيه الماكله الشراب وما جاورهما. وكتقولي بان انا ما كنتحملش المسؤوليه ديال الوالديه، فاحنا في لوكا ديالنا تحملنا المسؤوليه ديال الوالدين ديالي، فداكشي علاش كيخصك تصيفطي لي جوستيفيكاتيف بانك قادره تستقبليهم كو سوا ماديا او قانونيا
في لي دو كا، يعني خصك تكوني انت اصلا عايشه قانوني هنا وتكوني ماديا قادره انك تستقبليهم. وما تخافوش البنات، لانه العام اللي فات ما درناش باننا قادرين نستقبلوهم ماديا. زعما اون كوشي واحد لاكاز باننا حنا ما غاديش زعما حنايا متكلفين غير بالسكنه، وما وقع حتى شي مشكل. عرفتوا علاش؟ لان هما ملي كيكونوا كيعمروا هذاك الدوسي ديال الفيزا كيقولوا لهم واش قادين انكم نتوما تكلفوا براسكم ماديا، وشنو لي مويان باش تخلصوا على راسكم. فعزلوا وي كوشاوي، وفي لي مويان داروا كارت بانكير، داروا اسبيس، داست كريم. الحمد لله ما كان حتى شي مشكل. غير هو هذا سوجي اخر، هو انهم هما خصهم يكونوا قادرين زعما حقاش النهار كيحسبوا له، كنظن الا ما خفتش نكون كيحسبوا له 80 اورو النهار. المهم حتى تقلبوا على هذه المعلومه. يعني كاين واحد لو مونطون اللي كيحسبوه للنهار باش كيقولوا لك واش هما قادين يتكلفوا براسهم او لا، وكيشوفوا الكونط بانكير ديالهم واش هذيك الفلوس اللي هما دايرين كافيهم المده اللي جايين عندكم فيها. فالمهم نتوما كتعزلوا على حساب نتوما واش غادي تكلفوا بهم او لا هما غادي يتكلفوا براسهم من الناحيه الماديه. وفي لي دو كا ما كاينش المشكل، غير باش نكونوا متفقين في هذه القضيه. واحد الحاجه اللي زدتها من عندي وكنت صيفطتها لهم حتى هما، هي ليتر دانفيتاسيون كتبتها انا بيدي، وشرحت لهم بان هادو والديا بغيتهم يجيو لعندي لانه انايا راني حامله وباغا ندفع لهم الفيزا، وراني كنعاني من مشكل وقع لي بسبب ابره ديال الظهر، وخاصني ضروري والديا يكونوا بجنبي، وعندي بنيته صغيره خاصني اللي يشدها لي. المهم على حسب كل واحد ولوكا ديالو علاش دافع هذيك الفيزا للوالدين ديالو. فانا قلت لهم ضروري خاص والديا يجيو عندي، وشرحت لهم لوكا ديالي بكل شيء. دفعت لهم لاتيستاسيون دو غروسيس ديالي، دفعت لهم اش ملي كنت كندفع لهم كانوا البنات يقولوا لي زيدي هادشي اللي وقع لك في ابره الظهر زيديه في الدوسي. داكشي اللي كان زدت لهم كاع هادشي اللي وقع لي ديال الدوسي ميديكال اللي وقع لي ديال هادوك العمليات اللي درت من وراء الولاده. فباش كتعزي او لا هو ماشي زعما الا ما كانش هادشي ما غاديش يعطيوهم الفيزا، غير هو في لوكا ديالي انا كان خاصني نعزز الدوسي ديال الفيزا باش يعطيوها لهم في اقرب وقت زعما ممكن ويقدروا يجيو لعندي. لانه كل ما كانوا تعطلوا كل ما كانت انا النفسيه ديالي كتدمر كل نهار، وكنحس براسي بصح غادي صافي غتوقع لي شي حاجه. كان خصني ماما وبابا يجيو لعندي ولا بدا. فتي كنت ها البنات اللي تفرجوا في الفيديو ديال شنو وقع لي عارفين شنو زعما شنو حسيت. فداكشي علاش ما كانش خصني زعما كنت باغا هكا دغيا يسرعوا هادشي ديال الفيزا. فكنصح اي واحد يدير هاد لا ليتر دانفيتاسيون شنو ما كان، واخا ما يكون عندك حتى شي حاجه، غير باش تشرحي لهم بان والديك باغيين يجيو عندك، باغيين يزوروك، توحشوك، بانكم زعما نتوما باغيين تشوفوهم، ما قادرين جابوا تهبطوا للمغرب. وانا في هاد لا ليتر دانفيتاسيون زدت لهم بان عندي حتى خوتي هنايا، وبان والديا باغيين يشوفوني وباغيين يشوفوا خوتي، حقاش انا راكم عارفين خوتي بجوج كاينين في فرنسا. فكل ما عندك زعما باش تعزي داك الدوسي زيديه غير عمري داك الدوسي. من جهه ديال الوالدين حتى هما كيخصهم يوجدوا الملف ديالهم. المهم هاد الفتره كتكون صعيبه بزاف لانه التليفونات وخصك اسيستيهم، وانا ما درتش هادشي بوحدي لانه انا اصلا في اخر الحماله ديالي كان وقع لي المشكل ديال السكر. في الحماله في الولاده وقع لي المشكل، ورا الولاده وقع لي المشكل. فخوتي حتى هما عاونوني في هذه القضيه، راجلي حتى هو عاونني، غير هو كتكون فتره شويه صعيبه حقاش الوالدين راكم عارفين شويه كبار في لاج وكيخصك هكا تشرحي لهم غير بشويه بشويه. المهم بالنسبه للوراق اللي هما كان خصهم يوجدوهم، كيطلبوا لهم الباسبور، الفورمولير ديال الفيزا، كيطلبوا لهم التصاور، كيطلبوا لهم لاسيورونس فواياج، كيطلبوا لهم كشف الحساب البنكي يعني الغولوفي بانكير ديالهم على حساب الا كانوا خدامين او ما خدامينش. الا ما كانوش خدامين ماشي مشكل، انا نقول لكم شنو تعطيهم على داكشي ديالكم. انا وليديا متقاعدين فداكشي علاش عندهم ديك التقاعد ديالهم اللي كيوصلهم كل شهر كيزيدوه في الدوسي ديالهم. كيطلبوا لهم شهاده العمل او غوتريت، كيطلبوا لهم عقد الزواج ديالهم، وكيطلبوا لهم الى عندهم دي بيان في المغرب. خاصكم تعرفوا بان بالنسبه للناس اللي والديهم ما خدامينش ما تخافوش، حتى الا ما كانش عندكم زعما هكا دخل او لا غوتريت شهري، فمن الاحسن يكون عندكم دي بيان في سميتكم، يعني الدار تكون في سميتك، طوموبيله، الا عندك شي محل، اي حاجه عندهم في سميتهم، ولا تزيدوها في الدوسي ديالهم، لانه كتاكد بان الوالدين ديالكم عندهم دي زاتاشمون في المغرب، يعني ما يجيوش يستقروا عندك في فرنسا، عندهم السكنه ديالهم في المغرب، عندهم حياتهم في المغرب. فكتبيني لهم بان والديك عندهم راهم مستقرين في المغرب، ما غيجيوش يحرقوا لي يجلسوا عندك لا ابدا، جايين غير فتره وغادي يمشيو. فهادشي ضروري خصكم تزيدوه في الدوسي ديالهم باش كتعزوا داك لا دوموند دو فيزا ديالكم.
من بعد هادشي كيجي الديبو دو دوسيي ديالكم. شوفوا هاد النهار كيكون ستريسون بزاف، علاش؟ لان العام اللي فات كان خويا هبط، هو اللي زعما كان معاهم ومشى معاهم وشاف معاهم. هاد العام ما قدش يهبط، فانايا عرفتي ا ديستونس كنت مخلوعه، لانهم كانوا غيمشيو بوحدهم لاول مره، فكتبقى مخلوعه واش كاين شي ورقه ناقصه، واش كاين شي حاجه نسيتيها، تقدر ترفض لهم الفيزا. المهم كيكون ستريس عرفتي طالع بزاف بزاف بزاف، وخصوصا نعمل مع الحماله. وهادشي انا راه ما دارونيش في الموضوع، زعما راني يحاولوا خوتي هما اللي تكلفوا بهادشي، وراجلي راني قلت لكم، لان داكشي اللي كان واقع لي مع سكر الحمل وهذا حاولوا يخرجوني منها باش ما باش ما نولد لهمش قبل الوقت. ف حنا في لوكا ديالنا كنا خدينا لهم في اي بي. علاش خدينا لهم في اي بي في تي ال اس؟ لانه كنا خايفين بان يكونوا ناسين شي ورقه ولا شي حاجه، ومن كتخلصي ديك في اي بي كيعطيوك الفرصه انك تمشي تجيبي ديك الورقه، اولا انك تقدري زعما تحطي الدوسي، تمشي تقادي وراقك وتعاودي ترجعي. فهمتوا؟ كنا خايفين انهم يوقع شي حاجه ولا هذا، فداك الشيء حنا من الاحسن خدينا لهم في اي بي. وقيله كتخلصي الواحد 900 درهم اولا 1000 درهم، كتكونوا مطمئنين في هذه القضيه. كيمشيو كيحطوا الدوسي ديالهم اصلا في هاد في اي بي باش يحيدوا حتى الستريس ديال الفيزا وهذا. كيكون عندهم واحد البلاصه فين يجلسوا، كيجيبوا لهم اتاي، الحلوى، الماء، كيكون بحال ان لونج، راكم عارفين، دي فوتوي مريحين وهذا، حتى وليدي باش ما يستريسوش من قضيه الفيزا، خصوصا كانت اول مره غادي يمشيو يدفعوا بوحدهم. كيطلبوا لهم الاوراق وكيديروا البصمات ديالهم، لي زومبرانت ديالهم. من بعد كيبدا الانتظار، اللي هي اصعب مرحله اصلا، هي ملي كتبداو تسناو داك صافي دفعتوا الدوسي ديالكم وكتبداو تسناو. كتبداو ديروا تراكين، اولا كتبقاو تتبعوا الدوسي ديال الفيزا فين وصل، كديروه في البلاصه اللي عمرتوا فيه الفورمولير. كيكون عندكم واحد لايدي، كتبداو تدخلوا كل مره وتشوفوا الدوسي ديالكم فين وصل، واش وصل للقنصليه، واش باقي، واش اون كور دو تريتمون. المهم راه المراحل كيبقاو غاديين معاكم، كل ما فاتوا شي ايطاب كتولي عندكم بالخضر، وفي ما كتكونوا واحد من ديك ليطاب اولا واقفين فيها كيكون عندكم بالليموني. المهم ملي كتكون بالليموني راه يعني راه الدوسي واقف وباقي ما زادش. المهم ملي مجربي تدفع الفيزا كيكون عارف هاد الاحساس شحال صعيب بزاف، ديال كتبقاي غير كتسناي، ما عندكم ما ديروا. خصوصا في لوكا ديالي كانوا تعطلوا علينا شويه بزاف باش يخرج الفيزا، المده اللي خدات بزاف باش تخرج الفيزا. فداك الشيء علاش انا الصراحه كانوا الاعصاب ديالي كنت نقول لهم صافي الفيزا ترفضات. داك الشيء علاش بحال اللي كنت عييت، شدتني البكيه، عرفتي، كان ديزغي كنبكي، كنقول لهم صافي راه الفيزا ترفضات، نقول لهم ما يمكنش تكون خدات لهم هاد المده كامله باش تخرجوا من الفيزا، فاكيد اكيد اكيد الفيزا ترفضات. ولكن هادشي غير البانيك وغير الاعصاب وغير الخلعه مع الحماله والهرمونات. ولكن الحمد لله والشكر لله، الانسان خصو يصبر، خصوصا الا كان الدوسي ديالكم قاد وهضر، ما عندكم مناش تخافوا. المهم ملي كتقبل الفيزا راه كيوصل لهم الميساج ديالهم. تفكرت واحد الحاجه بالنسبه للدوسي، ملي كتدفعوه ما تنساوش انكم تقطعوا لي بيي دافيون، تصايبوا شي لي بيي دافيون ديالهم مع شي اجونس، بقاش كتدفعوهم حتى هما. خص يكون عندكم ضروري لي بيي دافيون ديال لالي وديال الغوتو. هاد الحاجه تفكرتها وضروريه بزاف في الدوسي، الا ما كانتش راه اكيد ما غاديش يعطيوكم الفيزا. المهم ما تنساوش هاد القضيه. المهم دابا نجيو للاسئله اللي كنتو كطرحوا عليا بزاف في الخاص، نجاوبكم عليها. اول حاجه، واش الفيزا سهله؟ ماشي سهله، ولكن ماشي صعيبه بزاف. اهم حاجه هو انه الدوسي ديالكم يكون مقاد بدون خطا بدون غلط، وتشيكيوه كل مره. راه كل مره غتحتاجوا تزيدوا ورقه فيه، وتحتاجوا تفيريفيو فيه اكثر. راه السر في ان الفيزا تعطى. علاش البنات كيقولوا الفيزا ما كتعطاش؟ هو ملف يكون مقاد ومقنع ومرتب، يعني لا فيه كاع الوراق ديالكم، لا من ناحيه ديال السكنه، لا من ناحيه ديال الفلوس، لا من ناحيه ديال والديك عندهم استقرار في المغرب، لا من ناحيه ديال المساحه ديال السكنه ديالكم، الفلوس باش غادي يجيو لي بيي دافيون. وهذا راه ما غاديش يكون مشكل في الفيزا ديالهم، وان شاء الله غادي تقبل. هذا هو السر ديال الفيزا مقبوله. ثاني سؤال، شحال خاص ديال الفلوس؟ بالنسبه للفلوس على حسب الحاله، ولكن خاص تكون ميزانيه للفيزا. يعني الفيزا راكم عارفين تخلصي 900 درهم بالنسبه للفيزا. خاص يكون فلوس ديال التامين، لان ضروري خصهم يكونوا مامنين بالنسبه للسفر ديالهم. في حاله وقعت شي حاجه الله يحفظ، ضروري خصهم يتاكدوا بانهم قادرين يمشيو للسبيطار باش يتعالجوا. وخاص يكون عندكم فلوس ديال الطياره الي غوتور، خصوصا الا كنتو غادي تقطعوا مع شي طياره اللي غاليه شويه في الفلوس، بحال دابا اير فرانس او رويال اير ماروك، تكونوا زايدين شويه في الفلوس. يعني الا بغيتو زعما الراحه ديال والديكم، وحتى ما يتعكسوش معاهم من ناحيه ديال الباجاج، لانه انا ماما وبابا كنت خديت لهم باجاج، خديت لهم 3 فاليز بالنسبه لكل واحد. يعني راكم عارفين ميزانيه في هذا الشيء، فالانسان خصو يكون موجد لهذا الشيء كامل. هو اون توتال انا كنظن بان في هذا الشيء كامل كتجيك تقريبا 1 مليون
حتى لمليون ونص، مليون و 6000 درهم، المهم بحال هكا. يعني هذه غير تقديريه، كل واحد وراكم عارفين على حساب نتوما واش كاين عندكم لوطيل، واش عندكم السكن ديالكم، واش الطياره تخلصوها رخيصه، واش غاليه الباجاج. فما كاينش زعما ما كاينش ثمن اللي هو محدد، هذا غير ثمن تقريبي. واش الحمل ديالي كان زعما مؤكد بان الفيزا غادي تخرج ليا، حقاش البنات بزاف تيقول لي انا حامله واش غيعطيوها لنا 100%؟ لا البنات، هو الحمل كيكون غير سبب انساني كيزيد يعزز الدوسي ديالكم، ولكن في زعما ما كاين حتى شي حاجه كتقول لك بان الا كنتي حامله يقدوا والديك يجيو لعندك الا ما كانش الدوسي مقاد وما كانش من الناحيه الماديه قادين انهم يجيو لعندك. ف داكشي علاش خصكم تردوا البال لهاد القضيه، والدوسي ديالكم يكون كامل من جميع النواحي البنات. المده اللي كتعطى في الفيزا اول نوبه راه كيعطيوكم على حساب كل واحد. خصكم تعرفوا بان كل دوسي مختلف. مثلا غير من الناحيه ديال الوالدين ديال راجلي، اول نوبه كانوا جاو كنعطيوهم شهر في الفيزا. انا الوالدين ديالي من دفعوا الفيزا اول نوبه عطاوهم تقريبا 6 شهور. فكل واحد على حساب الدوسي ديالو، على حساب المجيه ديالو، على حساب بزاف ديال العوامل. ف ماشي ضروري انه في الاول غادي يعطيكم 6 شهور ولا عام، وماشي ضروري انه غيعطيوكم شهر. فهمتوا؟ كل دوسي بوحدو. غير وقتكم تعرفين بان كل نوبه كيبداو غاديين وكيزيدوا لكم في المده. النوبه الاولى كيعطيوكم مثلا شهر، موراها 3 شهور، موراها 6 شهور، اولا الا بداو لكم 6 شهور كيبقاو غاديين كيزيدوا لكم في المده. فالمده اللي اهم هو انك كتبقى غادا وكتزاد مع المده، خصوصا اللي كانوا كيمشيو كيجيو عندك، يعني كيستغلوا هذيك الوقيته اللي عطاوهم. الا ما كانوش كيمشيو كيجيو بالنسبه لهم ماشي ضروري يزيدوا لهم في المده. المهم هذه حاجه نقطه مهمه بالنسبه للناس تيقولوا مثلا علاش والديا ما كيديروهمش في المده كل مره، فلحقاش من كيجيو لعندك ما كيعاودوش يجيو. بالنسبه للاغلاط اللي خصكم تردوا لها البال هو انكم ما خصكمش تدفعوا ملف ناقص، ما تكذبوا في حتى شي معلومه، ما تدفعوش ببنك حسابي فارغ. واخا يكونوا والديكم ما خدامينش حاولوا نتوما تحطوا لهم الفلوس في الكونط بانكير ديالهم، ماشي مشكل. عمروا لهم الكونط بانكير ديالهم على حساب، راني قلت لكم كل نهار عندكم واحد المونطون هما كيحدوه باش يشوفوا واش قادر انك تعيش مثلا داك الشهر او داك الشهرين على حساب المده اللي نتوما دافعين. فمن الاحسن انكم تحطوهم الفلوس في الكونط بانكير ديالهم، ومن يفوت داكشي ديال الفيزا وهذا يمكن لكم تحيدوا ديك الفلوس، فهمتوا، رجعوها للكونط ديالكم ولا هذا. المهم مي اهم حاجه هما يشوفوا لهم بانهم الكونط بانكير ديالهم خصو ولا بدا يكون فيه الفلوس. هذه حاجه ضروريه. بالنسبه للوراق كاينه واحد لاستيوس، شوفوا رتبوا الوراق كيف ما هما طالبينهم في السيت ديال التي ال اس او ديال ملي كتعمروا الفورمولير ديال دوموند فيزا. الوراق كيف ما هما طالبينهم منكم رتبوهم هكاك باش هو كيبقى غادي برقه 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 صافي تيجمع الدوسي. فهمتوا؟ الا ديتو داكشي مخربق حتى هو غادي يتعكس معكم السيد اللي كيجيري الدوسي ديالكم. فمن الاحسن ديو داكشي مرتب ومقاد باش هكا كتبينوا له بانكم كتسهلوا عليه الخدمه وكيتعامل معكم مزيان. واخيرا بالنسبه للرساله اللي قلت لكم خصكم تقيدوها، خليوها واضحه وباينه وخلوها بلونجلي ستريت تو ذا بوينت. خص تكون شي حاجه اللي ما تضخموش الامر، بالعكس تكونوا واقعيين. بانكم مثلا توحشتوا والديكم، بغيتوا تشوفوا والديكم هذه شحال ما هبطتوا للمغرب، اولا انت حامله محتاجه الدعم النفسي من عند والديك يجيو لعندك اولا من عند الام ديالك. فهمتوا؟ داكشي يكون واضح باين. الحاجه ما طويلاش بزاف، ما كاينش الاغلاط فيها، وراها كتزيد تعزز الدوسي ديالكم من الناحيه ديال ان الفيزا باش تقبل ان وليدكم يقدروا يجيو لفرنسا. وفي الصراحه الا كان عندكم اي واحد باغي نجيبوه لفرنسا من غير زعما الوالدين ولا هذا، اي واحد زعما قريب لكم من العائله وبغيتو تجيبوه باش يزوركم، اكيد ما تخافوش، راه الحمد لله ربي كيسر الامور. غير كلشي خصو يكون باين. وحتى القضيه ديال لي ليان فاميليو ديالكم، يعني شنو كيجيكم هذا الانسان خصها تكون باينه، لا من الناحيه ديال عقد الازدياد او الليفري دو فامي او الباسبور. المهم خص تكون شي حاجه مشتركه بيناتكم باش كيتيقوا بان داك الانسان جاي لعندك زياره عائليه وماشي جاي باش يتانستالا ولا باش يحرق الاوراق ديالو. لان راكم عارفين اهم حاجه هو انه ديما غادي يرجعوا لك نتايا انت هو لا ريفيرونس الا وقعت شي حاجه. فمن الاحسن تكون تايق في الانسان اللي غادي يجي يزورك او غادي يجي يشوفك في فرنسا. واحد السؤال اللي جاني بزاف من عند البنات كيتعاود هو انه علاش الفيزا ديال الوالديه كترفض. شوفوا انا جاوبتكم على هذه القضيه، ولكن غنزيد نعاود ناكد. الفيزا كترفض اول حاجه الى الحساب البنكي ديال والديك ما فيش الفلوس، اولا ديبوزيتي لهم الفلوس اللي قلت لكم قبيله، ديبوزيتي لهم حتى لاخر لحظه، يعني قبل الديبو انت صيفطتي لهم الفلوس اولا انت صيفطتي لهم الفلوس في الكونط بانكير. هذه كيخليهم يشكوا بزاف في الدوسي ديالكم. ثاني حاجه هو الملف تيكون ناقص فيه شي ورقه بحال تامين اولا ما عرفتش لي بيي دافيون، المهم شي حاجه ناقصه نسيتوها ما زدتوهاش في الدوسي ديالكم. ثالث حاجه هو يكون شي غلط في الفورمولير اللي كتعمروا. في بالكم هذاك الفورمولير ديال فرانس فيزا عرفتي كنعمروا خوتي انا وخوتي كنعمروا حنا كنقفقفوا
ضروري خص المعلومات يكونوا كاملين صحاح، تاريخ الازدياد، فين تزادوا، لي نيميرو دو باسبور ديالهم، المهم أي حاجة خصها تكون مضبوطة ولا غلط. حتى في ليسباس ديال الكنية ديال والديكم، بحال دابا أنا عندي ليسباس في الكنية ديالي، خص بابا يكون عنده نفس الكنية وخوتي نفس الكنية، حتى داك ليسباس كيردوا له البال. الدوسي خصكم تعمروا بحال اللي كدوزوا الباك. ما كاينش سبب قوي انهم يرجعوا للمغرب، وهاد النقطه راه القنصليه كترد ليها البال بزاف البنات. خاصكم ضروري والدين ديالكم تبينوا بانهم عندهم دي زاتاشمون في المغرب. خاص الانسان يبين لهم بانه خاصو يرجع، يا اما على ود خدمه، يا اما غوتريت، يا اما عنده املاك في المغرب، يا اما عنده عقار في المغرب، عنده العائله في المغرب، عنده التزامات في المغرب. خاصكم تبينوا بان الانسان غادي يرجع للمغرب، ماشي جاي لهنا باش يستقر او باش يحرق الوراق ديالو. بارفوا او في بعض الاحيان كيكون المعلومات ديالك انت اللي دافع الدوسي غير مقنعه بالنسبه للقنصليه. كيفاش؟ يعني مثلا انت كتدفع الدوسي وانت ما عندكش مدخول كافي في لي هذوك لي غولوفي بانكير اللي كتدفع، يعني ما عندكش باش تستقبلهم، ومع ذلك كتدفع الدوسي. السكن صغير بزاف، وراه هضرت لكم على هذه النقطه بزاف. خص تكون المساحه السكنيه، انا قلت لكم بدلت الدار غير على ود هذه القضيه. خص تكون المساحه السكنيه كافيه بان والديك يجيو لعندك، او لا اي شخص غادي يدفع لهم العائله جاي لعندك. وخاص ولا بدا تبين لهم العلاقه ديالك مع هذا الشخص، يعني خص يكون العلاقه العائليه ديالك واضحه معاه وما فيهاش شك. فهمتوا؟ يعني شي حاجه اللي باينه وما غاديش يشكوا فيها الناس ديال القنصليه. واخر حاجه، نصيحه مهمه بزاف بالنسبه ليا، هي انهم ما تسمعوش الناس اللي كيخلعوكم في هادشي ديال الفيزا. غير هو خصكم نتوما تردوا البال من الوراق كاملين وتثقوا في الدوسي اللي دافعينه، وان شاء الله ما يكون غير خير. لانه في الاخير كيبقى كل ملف مختلف من شخص لشخص اخر، على حساب انت اللي غادي تدفعي وعلى حساب الوالدين ديالك، وبزاف ديال النقاط اللي هضرنا عليهم في هذا الفيديو. اخر سؤال جاني هو واش ممكن نعاود نطلب الفيزا من الرفض؟ اكيد كتعاودوا تدفعوا الفيزا من الرفض. الرفض ما كيعنيش بانك ما تقدرش تعاود الفيزا، يمكن لك تعاود تدفعها، ولكن ملي تعاود تدفعها خصك تكون متاكد بان اغلاط اللي درتي في النوبه الاولى ما غتعاودهمش في النوبه الثانيه. هادشي اللي كاين. مهم. نتمنى نكون جاوبت على الاسئله ديالكم كاملين. شوفوا راه اصلا عقلي مع دابا باقي يلاه ولات، يلاه جاو والديا، يلاه وقع لي داكشي مع ابره الظهر. نقد نكون زعما ما تطرقتش لجميع الاسئله اللي كنتو كتسولوني في الخاص. الا نسيت شي حاجه ما تنساوش تخليوها لي في الكومونتير، وانا ان شاء الله غنحاول نجاوبكم واحد بواحد على الاسئله ديالكم. الا وصلتوا حتى لاخر الفيديو ما تنساوش كالعاده تخليو لي من غير الاسئله ديالكم، الناس اللي جاوبت على الاسئله ديالهم اللي كان كلشي واضح بالنسبه لهم خليو لي قلوبه في الحمر. ما تنساوش تخليو لي لايك. الناس اللي غيدخلوا معنا جدد ان شاء الله ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه. مرحبا بكم، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جاي. بوسه لكم كاملين، السلام عليكم.